مواصلة للمجهودات المبذولة من طرف وحدات الدرك الوطني في مكافحة شبكات التهريب والحد من نشاطها وتحييدها وتفكيكها حماية للاقتصاد الوطني والمجتمع، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي في قضيتين منفصلتين من توقيف 3 أشخاص وحجز كميات معتبرة من مختلف السلع والمواد المهربة وحجز مركبتين استغلتا في العمليتين. القضية الأولى عالجتها فرقة الأمن والتحري رقم 1 بالوادي، حيث تمكن أفرادها خلال دورية من توقيف مركبة نوع هيونداي، أين تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية من السلع تمثلت في 300 هاتف نقال نوع سامسونج M14، 5 علب كرتونية تحتوي على 144 ألف وحدة من المفرقعات، علبتين كرتونيتين تحتويان على 4320 وحدة من شفرات الحلاقة نوع جيلات. تم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة رفقة المحجوزات لمواصلة التحقيق. القضية الثانية عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلندة، وتعود كذلك إلى القيام بدورية تم توقيف شخصين على متن مركبة نفعية نوع تويوتا هيليكس. بعد تفتيش المركبة تم العثور بالصندوق الخلفي على 10 أكياس من الحجم الكبير بها قطع غيار أجنبية الصنع تتمثل في 740 قطعة من نوع بانديسك ديمارور، 250 قطعة من نوع ديبريابل انترناتور، ليتم اقتياد الموقوفين رفقة السيارة والمحجوزات لمقر الفرقة. مواصلة للتحقيق تم تفتيش منزل مرافق سائق السيارة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، أين تم حجز 5 طائرات بدون طيار درون صغيرة الحجم أجنبية الصنع. بعد الانتهاء من التحقيق في القضيتين تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.